السلام عليكم يا دكاترة، عساكم يا رب بخير وفي أفضل حال وفي أفضل صحة. هنستكمل بقى مراجعة شابتر البروتين في البايو. أنا بالنسبة لي الورقة دي أهم حاجة في شابتر البروتين. ليه؟ لما هنيجي نحل دلوقتي في حوالي 30 جملة هنحلهم على الصفحة دي بس. طب الصفحة دي يا دكتور ملخصة قد إيه من الكتاب نفسه؟ حوالي 6-7 صفح، والمشكلة بقى إنها كلها حاجات بتدخل في بعض. أنا البروتين بيتكون من الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي بنقسمها حسب تركيبها الكيميائي أو أهميتها الغذائية أو المصير الأيضي بتاعها. تعالى مثلا نبدأ بالمصير الأيضي دي، يعني حسب التكسير، يا هتديني سكر جلوكوجينيك، يا إما هتديني كيتو مجموعات كيتو اللي هو الكيتوجينيك، أو ميكس هتدي الاتنين. كيتوجينيك المثال الوحيد اللي عندي اللي هو مين؟ اللي هو الليوسين. ده المثال الوحيد اللي هو ايه؟ بيور كيتوجينيك، يعني كيتوجينيك فقط. لكن الميكس دي يعني يقدر يدي الاتنين، صح؟ يعني الفينايل ألانين ينفع، والتيروزين والتريبتوفان واللايسين والايزوليوسين. يبقى الخمسة دول ميكس. الخمسة دول ينفعوا كمان يدوا كيتو، بس بيدوا معاه جلوكوجينيك، ما بيدوش كيتوجينيك بشكل صافي. الوحيد اللي بيدي كيتوجينيك بشكل صافي لما يتكسر هو مين؟ هو الليوسين. على فكرة الورقة دي أنا كاتبها لأيام ما كنت قدكم في سنة أولى، يعني الورقة دي بقالها بتاع 5 سنين أو 6، يعني إرث والله تتورث دي. يبقى تاني المصير الأيضي، الجلوكوجينيك معظم اللي السكر بدي جلوكوجينيك. اللي انت مهتم تحفظه بجد الكيتوجينيك بيور، يبقى الليوسين. اما الميكسد فينايل الانين، تيروزين تريبتوفان، لايسين ايزوليوسين. تمام، يبقى دول الخمسه. طيب تعالى ناخد مستوى تاني من الحفظ. لو انا هقسم حسب الاهميه الغذائيه، عندي احماض امينيه ضروريه لازم اكلها لان جسمي ما بعرفش يصنعها. تمام. عندي حاجات ضروريه وحاجات نصف ضروريه وحاجات غير ضروريه. طبعا الضروري ده لازم اكله لان جسمي ما بعرفش يصنعه. اما الغير ضروري لا، عادي جسمي بيعرف يصنعه، فعادي لو ما اكلتوش. ماشي. طيب وطبعا بيتصنعوا من ايه اللي هو الحاجات الغير ضروريه دي؟ يا هيتصنع من كربوهيدرات يا هيتصنع من الحاجات الضروريه لما اكلها. طب والنصف ضروري عليه مثالين بس اللي هو الارجينين والهستidine. تعال بقى نحفظ شويه. بص كده السكيما دي، قاعدين تايهين لايسين في فيلا على النيل مستنيين. قاعدين دي اللي هي الحاجات القاعديه اللي هم مين؟ اللي هم الارجينين واللايسين والهستidine. يبقى دي الحاجات القاعديه اللي هي الايه؟ قاعدين، اللي هي بتاعت الحاجات القاعديه اللي هناخدها بعد شويه. يبقى الارجينين واللايسين والهستidine، يبقى دول ايه كده؟ قاعدين. ماشي. مستنيين اللي هو الميثيونين. مستنيين اللي هو الميثيونين. الميثيونين ده لو في مشاكل بيعمل فاتي ليفر، دهون على الكبد. طيب يبقى كده قاعدين ايه؟ مستنيين. طيب لايسين، لايسين دي اللي هي الليوسين والايزوليوسين. يبقى ادي لايسين اهي اللي هي الليوسين والايزوليوسين. في فيلا يبقى الفالين. ماشي. ماشي. طيب تايهين، تايهين دي بحرف الت، يبقى اللي اوله تي، يبقى يا اما التريبتوفان يا اما مين؟ يا اما السيريونين. يعني يا جماعه اي حاجه كده ايه تحاول تحفظنا يعني. فاضل لك مين يا باشا؟ اللي هو فيلا اللي هو بحرف الاف، يبقى الفينايل الانين. يبقى قاعدين لايسين وتايهين في فيلا على النيل مستنيين. يبقى فينايل الانين تريبتوفان. لو تاخد بالك الفينايل الانين والتريبتوفان دول كانوا موجودين فين؟ في الميكسد هنا اهو، من شويه خدناها. والحاجات القاعديه اللي هو الارجينين واللايسين والهستidine. ومستنيين اللي هو الميثيونين في فيلا فينايل الانين. تايهين يبقى تريبتوفان وسيريونين. لايسين يبقى ليوسين وايزوليوسين. فيلا يبقى فالين. تمام. ماشي.
يبقى ده مين؟ دي الحاجات الضرورية. قلنا الميثيونين ده لو حصل فيه مشاكل بيعمل فاتي ليفر، أما التريبتوفان لو حصل فيه مشاكل بيعمل مرض اسمه البلاجرا، يبقى مرض في الصوابع كده. يبقى دي أحماض أمينية لو قلت بتعمل مشاكل. تمام؟ طب الحاجات الغير ضرورية بقى زي إيه بقى؟ والله هنحاول برضو نشوف لهم كده سكيمة تحفظنا. انت عندك بص، الجلوتامين والجلوتامات والاسبراجين والاسبرتات، وتزود معاهم مين؟ السيستاين. جلوتامين جلوتامات، اسبراجين اسبراجات او اسبرتات، والسيستاين. والسيستاين يجي معاه اخوه اللي هو مين؟ التيروزين. ماشي. وتزود معاهم الاربعه اللي في النص دول اللي هو مين؟ جلايسين الانين سيرين. او انا دايما بسكم البي والجي والاي مع بعض بجعه بي جي اي، كانها ايه؟ الاي دي بتتقال عين ساعات، علي بتتكتب ايه صح؟ يبقى بي جي اي يعني بي جي عين، يبقى بجعه. البجعه اللي هو البرولين جلايسين الانين، وتحط معاهم السيرين. يبقى انت بجعه، وبعد كده تحط جلوتامين جلوتامات اسبراجين اسبرتات، وتزود الثلاثه المختلفين اللي هو التيروزين والسيرين والسيستاين. يبقى البجعه، وبعد كده الاربعه اللي بيتقالوا مع بعض، وتزود الثلاثه دول. اما النصف ضروري ارجينين وهيستالين يا جماعه. يبقى احنا كده حفظنا المسار الايدي. هنا كان مين؟ كان الفينايل الانين تيروزين تريبتوفان. يبقى هنا فين وفان. فين اللي هو الفينايل، وفان اللي هو التريبتوفان. ماشي. وده كان بيور كيتوجينيك ليوسين، يبقى ده ايزوليوسين. وهتزود مين معاهم؟ زي ما زودت هنا التيروزين زود هنا كمان. يتبقى لك مين؟ لو ده ليوسين يبقى ده ايزوليوسين، وخد معاه اللايسين برضه شبه بعض. يبقى فينوفان وتيروزين، وبعد كده لايسين ايزوليوسين. ماشي. يبقى كده حفظنا دول. فاضل مين بقى؟ فاضل الجزء الاخير ده. انا هقسم حسب التركيب الكيميائي. اول حاجه حسب السايد تشين اللي هي مجموعه الار الجانبيه، هل هو اروماتي ولا اليفاتي ولا هيتيروسايكليك حلقي؟ الاليفاتي ما ادكش على امثله. الاروماتي يا اما الفينايل الانين يا اما التيروزين. ماشي. يبقى الفينايل الانين يا اما التيروزين. طيب الهيتيروسايكليك، اول واحد اللي هو التريبتوفان عنده حاجه اسمها الاندول رينج، او الهيستidine عنده ايميدازول رينج. يبقى هيجي يسالك التريبتوفان عنده حلقه ايه، والايه والهيستidine عنده حلقه ايه. التريبتوفان اندول والهيستidine ايميدازول. تخيل انا لحد دلوقتي عدى 8 دقايق عمال بحفظك بس في السكيمه دي، لان السكيمه دي كفيله تخليك تحل اي سؤال. تمام. ماشي. يبقى الاروماتي فينايل الانين وتيروزين، اما الهيتيروسايكليك تريبتوفان وهيستidine. ماشي. الاليفات ما ادكش عليه امثله. طب تعالى لتاني تقسيمه يا دكتور. في تقسيمه حسب البولاريتي القطبيه، هل هو قطبي ولا غير قطبي، يعني بيدوب في الماء ولا لا. البولر اللي هو القطبي في منه حامضي وقاعدي ومتعادل. الحامضي بتبقى شحنته سالب، زي مين؟ اسبرتيت جلوتامات، دي الحاجات الحامضيه دايما. طب والقاعدي ارجينين لايسين هيستidine، زي ما كنا بنقولهم هنا، كان دي الحاجات القاعديه بالترتيب. ارجينين لايسين هيستidine. يبقى الارجينين واللايسين والهيستidine دي بتكون الشحنه موجب، ودول بيبقى قاعدي. المتعادل بقى محتاج حفظ. يبقى الحامضي اسبرتيت جلوتامات، القاعدي ارجينين لايسين هيستidine، والمتعادل هنحفظه. طب والنون بولر اصبر شويه. التقسيمه الثالثه نسبه الكربوكسيل لمجموعه ال NH2، النسبه 1:1 متعادل، ولا النسبه مثلا يعني نقول من البدايه هنبدا بالسي او اتش يبقى 1:2، يعني ال NH2 اكتر يبقى قاعدي. طب لو 2:1 يبقى السي او اتش اكتر يبقى حامضي. قلنا الحامضي دايما مين؟ هنا كان اسبرتيت وجلوتامات، وهنا برضو اسبرتيت وجلوتامات.
والقاعدي ارجينين لايسين هيستidine، دايما القاعدي ارجينين لايسين هيستidine، سيبك من الاثنين الاخر دول. اذا اللي محتاج حفظ مين؟ المتعادل هنا والمتعادل هنا والحاجات النون بولار. تمام، وتبقى السكيما خلصت، ونجهز بقى نروح نحل بتاع 30 سؤال عليها. بص، فاكر انت الاحماض الامينيه الاسينشال اللي هي الضروريه؟ اول 3 بدات بهم مين؟ ميثيونين، فينايل الانين، وتريبتوفان. وختمت بمين؟ بالليوسين والايزوليوسين، صح؟ خد بقى ده طبقه. اول 3 هبدا بيهم اهو، اللي هو الميثيونين، فينايل الانين، تريبتوفان اهو. واختم بالاثنين الاخر اللي هو الليوسين والايزوليوسين. وكان في النص الفيلا اللي هيبقوا قاعدين فيها، والبجعه. البجعه قاعده في الفيلا. بجعه اللي هي ايه؟ اللي هي بورولين جلايسين الانين، البي جي اي. البجعه اللي كانت موجوده فين؟ اللي كانت موجوده في الحاجات الغير ضروريه. يبقى انت هتبدا باول 3، ميثيونين، فينايل الانين، تريبتوفان. بعد كده البجعه قاعدين في الفيلا، وتختم باللايسين، قاعدين لايسين. يبقى ايه؟ ليوسين والايزوليوسين. ادي كده ايه؟ النون بولار. فاضل مين؟ المتعادل هنا والمتعادل هنا. قال لك لو هي حاجه قطبيه ومتعادله حسب المجموعه اللي فيها بقى. يعني مثلا السيستاين ده في مجموعه سلفر، التيروزين والسيريونين بحاجات بحرف التي ومعاهم السيرين يبقى فيهم مجموعه هيدروكسيل او اتش. والجلوتامين والاسبراجين معروفين دولت انهم في مجموعه امايد، يبقى ده المتعادل هنا. طيب اما المتعادل هنا مختلف شويه، السيرين بس، السيرين والسيستاين زي اللي فوق، او اللي هو السيستاين اللي فيه سلفر والسيرين اللي فيه او اتش، هما متعادلين في البولر ومتعادلين في نسبه السي او اتش والان اتش 2. باقي لك مين؟ جلايسين الانين. تمام، اللي هو ايه؟ لو كانت البرولين قبلهم كانت تبقى البجعه بي جي اي. لا، اشطب البي وخد الايه؟ الجعه. ماشي، ودولت زي اللي فاتوا. يبقى عندك مثلا الحاجات الغير ضروريه هنسميها ايه؟ بجعه سيري، بجعه سيري، سيست، بجعه سيري سيست، رباعي، تيروزين. البجعه اللي هو مين؟ برولين جلايسين الانين. سيري اللي هو مين؟ السيرين. والسيست اللي هو السيستاين. الرباعي اللي بيتعامل مع بعضه جلوتامين، جلوتاميت، اسبراجين، اسبرتات. والاخير اللي هو التيروزين. يبقى دي الحاجات الايه؟ الغير ضروريه. شكرا. طيب الحاجات الميكسد، فين وفان وتيروزين لايسين. فين وفان وتيروزين ولايسين. لايسين دي اللي هي الايزوليوسين واللايسين. ماشي، يبقى هنا برضو التيروزين اتكرر اهو، يبقى دي سكيمة دي. ماشي، طبعا النصف ضروري دي سهلة، ارجينين وهستidine. تمام، تعال نحفظ الضروري. التلاتة اللي ببدأ بهم دايما اللي هم مين؟ ميثيونين، فينايل الانين، تريبتوفان. بعد كده الحاجات القاعدية اللي هو الارجينين، لايسين، هستidine. بعد كده مين؟ قاعدين في فيلا ولايسين بقى، يبقى الفالين والليوسين والايزوليوسين، وتزود معاهم السيريونين. ماشي، يبقى دولت دي الحاجات الضرورية اللي هم كانوا ايه؟ قاعدين لايسين مستنيين في فيلا على النيل تايهين. ماشي، نيجي مثلا لايه؟ لنسبة السي او او اتش لان اتش 2. الحامضي دايما اسبرتيت وجلوتاميت. الاسبرتيك اسيد اللي هو الاسبرتيت يعني، والجلوتاميك اسيد اللي هو الجلوتاميت. حتى اسيد اهو يبقى حامضي. طب القاعدي معروف دايما ارجينين لايسين هيستidine. طب هنا البولر برضه الحامضي شحنته سالب نفس المثالين، والقاعدي شحنته موجب نفس الثلاث امثله. فاضل المتعادل هنا والمتعادل هنا. المتعادل هنا السيستاين سلفر، والجلوتامين والاسبراجين امايد. وكان في ايه؟ التيروزين والسيرين والسيريونين بالاو اتش. هنا برضو ادي السيرين اللي كان هنا فيه او اتش، والسيستاين اللي كان في سلفر. وهنزود معاهم مش البجعه بقى، الجعه. ماشي، اما المتعادل هنا ادينا قلناهم وكل واحد في مجموعه ايه. فاضل لك يا باشا النون بولر
الغير قطبي شبه الضروري، الغير قطبي شبه الضروري. الثلاثه اللي بدات بيهم هنا ميثيونين فينايل الانين تريبتوفان، ابدا بيهم هنا ميثيونين فينايل الانين تريبتوفان. وبعد كده خد البجعه، ماشي، البجعه في الفيلا، عايشه في فيلا بلفالين، وتختم بمين؟ باللايسين اللي كنت ختمت بيهم هنا. يبقى اللي بدأت بيه ابدأ بيه، واللي ختمت بيه اختم بيه اهو، زي الضروري بالظبط. الميثيونين لو قال لي يعمل فاتي ليفر، والتريبتوفان لو قال لي يعمل بلاجرا. فاضل مين يا باشا حسب مجموعة الار؟ هيتيروسايكليك واليفاتي واروماتي. الاروماتي يبقى فينايل الانين، ماشي، او تيروزين. طب والهيتيروسايكليك؟ تريبتوفان في اندول، والهيستidine في ايميدازول. ادي يا جماعه السكيما، غبنا نشرح فيها حوالي ربع ساعه، تمام، بس هتخلينا نحل يعني معظم الاسئله باذن الله. يلا بقى بسم الله هنبدا نحل كده. بقول لك the following amino acid both جلوكوجينيك وكيتوجينيك ما عدا. فاكرين البوث جلوكوجينيك وكيتوجينيك؟ كان الفين والفان، افتكروا بقى اهو، الفين والفان والتيروزين واللايسين. فين وفان يعني تريبتوفان وفينايل الانين، والتيروزين وتزود معاهم اللايسين اللي هو الايزوليوسين واللايسين. تعالى بقى، هو بيقول لك ايه؟ كل دولت ما عدا الفين. الفان مش موجود، ادي الفين وادي التيروزين وادي واحد من اللايسين، يبقى دول كل دول صح ما عدا مين؟ ما عدا ده، يبقى ده ما ينفعش. والله سكيمات ان شاء الله، يعني ايه، غبنا نشرح فيها ربع ساعة بس كفيلة تخليك تجاوب بإذن الله. بص اعرف المعلومة دي لنفسك، بريكيرسور يعني مادة فعالة، يعني حاجة هتصنع. ودي ان شاء الله يا هتعرفها في اسمه ايه ده، في الفسيولوجي، في جزء النيرفات والجهاز العصبي وكده، يا اما هتعرفها في الترم الثاني في مادة الأدوية اللي هي الفارما. بس اللي بيكون حاجة اسمها الكاتيكولامين، بدل ما نقعد نستغرق وقت في الشرح، اعرف ان هو الفينايل ألانين. تمام، يبقى الفينايل ألانين هو اللي بيكون الايه؟ الكاتيكولامين. ماشي. the main source of الاسينشال امينو اسيد، الحاجات اللي ضروري اكلها لان جسمي ما بصنعهاش، هحصل عليها منين؟ اكيد من الدايت يا جماعه، من الاكل. ماشي. كل دولت نون اسينشال ما عدا. ما تيجي نفتكر النون اسينشال مع بعض. كان عندي اول حاجه الايه؟ البجعه، بورولين جلايسين الانين، والسيري وسيست سيرين سيستاين، والرباعي اللي هو الجلوتامين جلوتاميت اسبراجين اسبرتيت، واخر حاجه التيروزين. يبقى بجعه سيري سيست رباعي وتيروزين. تعال نفك البجعه، يبقى بورولين جلايسين الانين، يبقى دول ينفعوا. سيري وسيست ادي السيستا والسيستاين، يبقى الثلاثه دول ينفعوا. يبقى الحاجه الغلط هنا الهستidine. الهستidine ده كان من الحاجات القاعديه اللي كانت ضروريه اهو، ادي الهستidine والارجينين واللايسين كل دول كانوا قاعديين، شحنه موجب وكانوا ضروري. تمام. ان essential امينو اسيد، مين من دولت يعتبر essential امينو اسيد؟ بص براحتك بقى، عاوز تحلها باي طريقه براحتك. انت ممكن تحفظ الغير ضروري، ولو جالك اي حاجه تانية تبقى عارف ان هي ضروري essential يعني، بشرط انك تستبعد الارجينين والهستidine. يعني الغير ضروري لسه قايلين اهو، بجعه سيريسيست رباعي وتيروزين. تعال نستبعد دولت لان دولت الغير ضروري، هو بيقول لك انا عاوز الاسينشال الضروري. بجعه سيريسيست ادي سيري اهو، ماشي، والرباعي كان اللي هو ايه؟ جلوتامين جلوتاميت اسبراجين اسبرتيت، يبقى ده بجعه سيريسيست رباعي وتيروزين ادي التيروزين. كل دول يعتبروا مين؟ غير ضروري. يبقى مين الوحيد اللي يعتبر هنا ضروري؟ الميثيونين اهو. الميثيونين ده فين اهو؟ ده اللي لو قال لي بيعمل فاتي ليفر. نون اسينشال امينو اسيد، انهي واحده في دولت؟ هل هي نوت كومبوننت من البروتين؟ لا. ملهاش اي دور في الميتابوليزم؟ اكيد لا برضه. ممكن تتصنع في الجسم لو الجسم في حاله مرض، ولا اقدر اصنعها في الجسم من الاسينشال امينو اسيد؟ الغير ضروري اقدر اصنعه من الضروري لما اكله، يبقى هي دي اللي تنفع.
which of the following يعتبر semi essential، نصف ضروري، اللي هما الاتنين اللي مالهمش تالت، يا الارجينين يا الهستidine. يبقى مين اهي الارجينين. مثال على البولر، الحاجات البولر دول كتير يا دكتور. البولر ده كان فيه حامضي وقاعدي ومتعادل. الحامضي كان اسبرتيت جلوتاميت، والقاعدي هيستidine ارجينين لايسين، والمتعادل بقى كانوا كتير بقى، كان فيه الجلوتامين والاسبراجين، وكان فيه السيستين يعني، وكان فيه الحاجات اللي بحرف التي والاس. يبقى مين في دول؟ بص انت ممكن تحفظ مثلا ايه، ان البجعه قاعده لايصه في الفيلا. البجعه قاعده لايصه، يبقى الليسين والايزوليسين في الفيلا اللي هو الفالين، دول يا جماعه نون بولر. يبقى تحفظ ان البجعه قاعده لايصه في الفيلا، يبقى دول ايه نون بولر. يبقى تعالى نستبعد بقى البجعه اللي هو مين، برولين جلايسين الانين. ادي الالانين ما ينفعش لانه نون بولر، والفيلا ما تنفعش، وبعدين لايسين ما تنفعش. يبقى مين اللي تنفع؟ الارجينين. الارجينين يعتبر بولر. تعال نتاكد فين الارجينين واللايسين والهستidine، دي من الحاجات القاعديه اللي تعتبر بولر. طيب مين في دولت نون بولر؟ لسه قايلين بقى الحاجات النون بولر، من ضمنهم الفيلا مثلا، والبجعه واللايسين. يبقى الفالين تنفع. ماشي. مين يعتبر بيور كيتوجينيك؟ ما كانش عندي غيره، هو واحد بس بيور كيتوجينيك اللي هو الليوسين. ده فين اهو. مين في دول يعتبر بيزك؟ الحاجات القاعديه ارجينين لايسين هيستidine. ارجينين لايسين هيستidine، يبقى مين؟ يبقى الهيستidine اهو. انا قلت ارجينين لايسين مش جلايسين، الله يكرمك. تمام ماشي. مين من الامينو اسيد عنده هيدروفيليك سايد تشين؟ المقصود بالهيدروفيليك سايد تشين مثلا من مجموعات الاو اتش مثلا. يبقى من في دولت تيروزين، سيرين، سيريونين، كل دول ينفعوا لان كل دول عندهم الاو اتش هيدروكسيل. تمام. يبقى مين ده؟ السيرين ينفع، عنده مجموعه او اتش. ماشي. واتش من دولت يعتبر essential امينو اسيد؟ تعال نراجع الحاجات النون اسينشال. بجعه، سيريسيست، رباعي، وتيروزين. والله لا استبعد، يلا ها. بجعه اللي هي مين؟ برولين جلايسين الانين، ادي اول اتنين مش نافعين. وبجعه سيريسيست رباعي وتيروزين، يبقى التيروزين مش نافع. شفت اسكيمه تفك لك كل حاجه. والله في الامتحان بتمنى ان انتوا تفتكروا البجعه والسيري والسيست والحاجات دي كلها. يبقى التريبتوفان يعتبر ضروري. كنا بنقول ان التريبتوفان ده لو قل بيعمل بلاجرا. ماشي. ذا امينو اسيد اللي عنده هيدروكسيل جروب. هيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش، كان حاجتين بحرف التي وحاجه بحرف الاس. الحاجه اللي بحرف الاس اللي هي السيرين اللي احنا لسه حلينا فوق، والحاجتين اللي بحرف التي تيروزين، سيريونين. تيروزين وايه وثيريونين. يلا نختار. يبقى السيريونين اهو عنده او اتش. طيب كل دولت يعتبر كيتوجينيك ما عدا، بص بقى السؤال ده حلو ليه بقى؟ مش الحاجات الميكسد دي بتعطي الاتنين، تعطي كيتو وتعطي جلوكو، هو حسبها لك. يبقى الفين والفان والتيروزين واللايسين كل دول ينفعوا. يبقى الفين ينفع، والليوسين والايزوليسين ينفعوا. يبقى الوحيد اللي ما ينفعش مين؟ الجلايسين. انت خدت بالك؟ يعني هو ضم لك الاتنين مع بعض، يعني هو حسب لك دولت كمان، الفين والفان والايزوليسين واللايسين والليوسين كمان اللي هو الكيتوجينيك بيور والميكس كمان. ما دول بيقدروا برضو من جزء يطلعوا ايه حاجات الكيتوجينيك بما انهم ميكس الاثنين. فمن الاخر كل دول ينفعوا ما عدا مين مش معانا، اللي هو مين؟ اللي هو الجلايسين. طيب ذا امينو اسيد اللي عنده اندول رينج، مين اللي كان عنده اندول رينج؟ كان التريبتوفان.
كان هيتيروسايكليك. فين التريبتوفان اهو، كان هيتيروسايكليك. امال كان مين اللي عنده ايميدازول رينج؟ كان الهستidine وبرضه كان هيتيروسايكليك. ماشي. دايتري ديفيشنسي في التريبتوفان، قلنا التريبتوفان لو قال لي يعمل ايه؟ يعمل باللاجرا. ماشي. مين في دول يعتبر اسينشال؟ ما تيجي استبعد البجعه والسيري والسيست والرباعي والايه والتيروزين. ادي البي بتاعت البجعه، ماشي، وادي التيروزين. الرباعي كان مين؟ اسبرجين اسبرتيت و تعال نفتكر، جلوتاميت اسبرجين اسبرتيت. والبجع كان برولين جلايسين الانين. يبقى دول ما ينفعوش لان دولت غير ضروري. وبالمره نستبعد النصف ضروري اللي هو الارجينين والهستidine. يبقى الارجينين ما ينفعش لانه نصف ضروري، سيمي اسينشال يعني. يبقى الاسينشال مين؟ الفينايل الانين. احفظوا بقى يا جماعه، ميثيونين فينايل الانين تريبتوفان، ادي الثلاثه اللي ببدا بيهم، والاثنين اللي بختم بيهم ليوسين وايزوليوسين. زي هنا برضو الثلاثه اللي بدات بيهم والاثنين اللي ختمت بيهم. وفي النص الحاجات القاعديه اللي في الفيلا، ارجينين لايسين هيستidine والفيلا والسيريونين. ماشي تمام. مين في دول يعتبر بيورلي كيتوجينيك؟ عارفينه بقى، الليوسين، سهل ده. مين في دول يعتبر اروماتيك؟ تعال نراجع على الاروماتيك. الاروماتيك كان الفينايل الانين والتيروزين. ماشي. يبقى مين؟ التيروزين اهو. مين اللي عنده او اتش جروب؟ مجموعه الاو اتش كان حاجتين بحرف التي وحاجه بحرف الاس. كان ده تيروزين سيريونين سيرين. يبقى السيرين اهو. مين في دول يعتبر اسينشال؟ التيروزين ما ينفعش لانه نون اسينشال. الاسبراجين الاسبرتيت والحاجات دي كان من الرباعي، غير ضروري برضه ما ينفعش. واللايسين برضه ما ينفعش. او ثواني، لا اللايسين ينفع. السيستاين السيري والسيست اللي ما ينفعوش. السيري والسيست والتيروزين والرباعي كل ده كان غير ضروري. السيري والسيست يبقى السيستاين والسيرين. والرباعي كان من ضمنهم مين؟ جلوتامين جلوتاميت اسبراجين اسبرتيت. يبقى كل دول ما ينفعوش. يبقى اللي ينفع مين؟ الليوسين، لان دولت زي ما بدأت بالثلاثه ختمت بالليوسين والايزوليوسين. ماشي. يبقى ده ضروري. طيب which of the following يعتبر بيزك؟ عارفين احنا البيزك بقى، ارجينين لايسين هيستidine، يبقى الارجينين ينفع. السؤال ده بقى يعني بص، بيقول لك السايد تشين اللي بيحتوي على اروماتيك رينج، كل ده اكسبت ما عدا مين؟ انا بالنسبه لي الاروماتي يا فينايل الانين يا تيروزين. يبقى الفينايل الانين ينفع والتيروزين ينفع. اذا الاجابه الغلط يا تريبتوفان يا الانين، والاثنين غلط. اصل التريبتوفان ده عنده ده هيتيروسايكليك مش اروماتي. بس هو هنا اعتبر ان هو اروماتي، او يعني اعتبر ان هو عنده حلقه. ماشي. وقال لك ان الالانين هو اللي غلط، لان الالانين ده ما عندوش اي رينج خالص. لكن لو خص بالذكر الاروماتي يبقى المفروض دي كمان تكون غلط يا جماعه. طب تمام. الفينايل الانين ده، الفينايل الانين ده اللي انا اعرفه عنه الفينايل ان هو اروماتي وانه اسينشال ضروري. تمام. يبقى اسينشال دي تنفع. طيب ذا اونلي امينو اسيد اللي يعتبر كيتوجينيك بس، اللي هو مين؟ الليوسين. الوحيد الكيتوجينيك الليوسين. طيب الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد اللي هم الاسبارتيت والجلوتاميت دول كانوا حامضي وكانوا نون اسينشال. يبقى مين في دولت ينفعهم اسيديك اهو. ليه نون اسينشال؟ ما هو دول كانوا من ضمن الرباعي، جلوتامين جلوتاميت اسبراجين اسبرتيت. يبقى الجلوتاميت والاسبرتيت غير ضروري وفي نفس الوقت حامضي، صح ولا لا؟ يبقى اسيدك حامضي لان ما لقيتش غير ضروري في الاختيارات. مين في دول يعتبر هيتيروسايكليك؟
هيتيروسايكليك يبقى التريبتوفان والهستidine، يبقى مين في دول ينفع؟ التريبتوفان. الليوسين ده يعتبر ايه؟ الليوسين مبدئيا هو بيور كيتوجينيك دي، لكن الليوسين ده كان من الحاجات الاسينشال، يبقى نون اسينشال لا. والليوسين ده كان من الحاجات الايه اللي هي النون بولر، برضو كانت تنفع. يبقى هي مين؟ بيور كيتوجينيك هي اللي تنفع. طيب اللايسين، تعال نفتكر، ارجينين لايسين هيستidine الثلاثه دول كانوا قاعدي، يبقى اللايسين ده يعتبر بيزك. الايمينو جروب كان بيقول لك احنا عندنا حوالي 20 حمض اميني كلهم عندهم امينو جروب الا واحد بس عنده الايمينو جروب، اللي هو مين؟ اللي هو البرولين. The following are basic، كل دول قاعدين ما عدا مين؟ ارجينين لايسين هيستidine كل دول قاعدين ما عدا الليوسين. ماشي؟ يبقى لغايه هنا يا جماعه 32 سؤال على الجزء ده. تعالى بقى ايه نجيبه سريعا من الكتاب. كان بيقول لك الامينو اسيد ده حمض عضوي مكون من مجموعه اسيدك ومجموعه قلويه. الاسيدك الكربوكسيليك جروب، والقلويه اللي هي البيزك اللي هي ال NH2. عددهم كام؟ عددهم 20. طيب كان عندي ذره كربون بنسميها الالفا كربون، متصله باربع حاجات، متصله بمجموعه ذره H ومجموعه القلويه ال NH2 والحمضيه ال COH، وعلى الجنب مجموعه الايه؟ الار. ودايما ال NH2 كانت بتكون دايما على اليمين. تمام؟ يبقى الالفا كربون دي اول ذره كربون متصله بالايه؟ بالفانكشنال جروب. مواصفات الامينو اسيد ايه؟ كلهم بيكونوا الفا، يعني عندهم ذره الكربون اللي هي رقم 2 من بعد الكربوكسيل، دي اللي بيبقى ماسك فيها الامينو جروب. دايما الامينو جروب بتكون على الليفت سايد، بتكون على الناحيه الشمال، يعني الناحيات دي عشان بس يعني كده، وبتكون الناحيات دي كده على الشمال يا جماعه. والار مثلا بتكون هنا، والاتش هنا، والسي او او اتش هنا. باعتبار ان السي دي اول ذره كربون، فوتها وتعالى على الثانيه، هي دي اللي بنسميها الالفا كربون. طب تمام. وقال لك اهو واحد بس من ال20 ما عندوش امينو جروب، عنده ايمينو جروب اللي هي ال NH. الايمينو جروب اللي هو مين؟ البرولين. وبقول لك ان الهيدروكسي برولين ده بيبقى موجود ايه؟ بيجي بعد تصنيع البروتينات وحاجات كده يعني مش مهمه قوي. كلاسيفيكيشن، تقسيمه الاحماض الامينيه، تقسيمه كيميائيه بقى حسب مجموعه الار، ولا حسب البولاريتي، ولا حسب نسبه السي او اتش للاتش، كل ده قلناه. وحسب الاهميه الغذائيه اسينشال ولا نون اسينشال، وفي الصم اسينشال يعني السي من نصف، الميثيونين يدي فاتي ليفر والتريبتوفان يدي بلاجرا، كل ده قلنا من الورقه. ولا حسب الميتابوليك بقى بيور جلوكوجينيك ولا بيور كيتوجينيك ولا ميكسد. وظائف الاحماض الامينيه ايه؟ الحمض الاميني بيكون بروتين، صح ولا لا؟ وطالما كون بروتين يبقى يعرف يكون انزيمات وهرمونات، لان دي من وظائف البروتين. وقال لك ممكن يكون حاجه اسمها الامينز. الامينز دي بتبقى مثلا حاجه زي الايه؟ ان الهستidine يدي هستامين، الهستامين ده موسع اوعيه وبيعمل حساسيه. او تكون النيورو ترانسميترز زي الفينايل الانين. الفينايل الانين ماشي، والتيروزين والتريبتوفان الثلاثه دولت كانوا بيكونوا النيورو ترانسميترز النواقل العصبيه. والفينايل الانين ده كان بيكون الكاتيكولامينز اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. ولما بتتغذى احماض امينيه يعني بروتين، ده مهم للنمو وللرضع وللصحه. يبقى كل دي من وظائف الايه؟ الاحماض الامينيه، صح ولا لا؟ تمام يا شباب. فهنختم الفيديو ده هنا لغايه هنا، ونكمل الفيديو اللي جاي ناخد البيبتايدز
اللي هم عددهم اقل من 50 وناخد مثال عليهم اللي هو الجلوتاثيون، وبعد كده ناخد البروتين اللي عددهم اكتر من 50 وازاي البروتين بيتلف وازاي ممكن يتفكك، ونختم الشابتر ونحل عليه، ويبقى كده البروتين هو كمان خلص، ويتبقى لنا الدي ان ايه حاجه بسيطه تخلص في 10 دقايق باذن الله. يلا سلام عليكم.